أسوكاس أمكاز. سنة سعيدة بالأمازيغية. الأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا منذ آلاف السنين. في التراث الأمازيغي هذه البلاد اسمها تمازغة. لغتهم تسمى تمازيغت، وأمازيغ تعني الإنسان الحر. اعتنقوا الإسلام بعد الفتح العربي في القرن الثامن الميلادي. شخصيات كبرى في التاريخ أصولها أمازيغية: طارق بن زياد، عباس بن فرناس، ابن بطوطة، عبد الكريم الخطابي وغيرهم. لا توجد إحصاءات رسمية اليوم لعدد الأمازيغ، وبعضهم يستعمل مصطلح المغرب الكبير للإشارة إلى المناطق التي يسكنونها من مصر شرقا حتى شواطئ الأطلسي غربا، ومن تونس شمالا، وحتى جنوب الصحراء الكبرى. الأمازيغ والعرب قاوموا الاستعمار الأوروبي، وبعد رحيله ظهرت مشكلات عرقية. حكومة الجزائر بعد الاستقلال مثلا فرضت عليهم سياسة التعريب، لا اعتراف بلغتهم ولا بأعيادهم. رأى الأمازيغ في ذلك تهميشا لهم، فحدثت توترات بينهم وبين الحكومة في فترات مختلفة. حقوق الأمازيغ استخدمت كورقة في الصراع السياسي بين بعض أنظمة الدول المغاربية، وبعد طول انتظار ومطالبات اعترفت كل من المغرب والجزائر بالهوية واللغة الأمازيغيتين، مطلب من قائمة طويلة ينادي بها الأمازيغ.